مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. قول لنا يا دكتور ايه التعليمات اللي بعد جلسه الميزوثيرابي عشان اطلع بجلسه ناجحه 100%؟ في 3 حاجات لازم نعملهم بعد جلسه الميزوثيرابي. اول حاجه لازم حضرتك تشرب ميه على الاقل 3 لتر ميه اليوم دوت. تاني حاجه لازم حضرتك تمشي نص ساعه بخطوه سريعه بعد الجلسه. تالت حاجه لازم نقطع نشويات اليوم دوت نهائي عشان ناخد جلسه 100%. طب ليه يا دكتور انا بشرب 3 لتر ميه؟ عشان حضرتك بيتم تصريف السيشنز بتاعك عن طريق الجهاز الليمفاوي اللي هو التعرق، او عن طريق الجهاز البولي اللي هو عن طريق البول او البراز. طب ليه يا دكتور بتخلينا نمشي نص ساعه؟ عشان خاطر الجلسه بيتم تصريفها برضو عن طريق الرذاذ اللي هو تضوع ثاني اكسيد الكربون، فده طبعا بيطلع وقتها دهون، فممكن ان احنا نستفيد، وطبعا ده بيعلي معدل الحرق كمان. تالت حاجه ليه يا دكتور بتخلينا نقطع نشويات اليوم دوت؟ عشان طبعا ما ينفعش ابقى شايله دهون وحضرتك ترجع تحط دهون، فطبعا الجلسه بيقل كفاءتها. فلو حضرتك عايز جلسه ناجحه 100% لازم تقطع نشويات اليوم ده وتشرب ميه على الاقل 3 لتر وتمشي نص ساعه بعد الجلسه مباشره. هتطلع بجلسه 100% وهتحس بفرق على اخر الاسبوع، هتفرق معاك في المقاسات جدا جدا جدا. ودمتم بالف خير وشكرا.